الفنانة ليلى علوي والفنان فاروق الفيشاوي قصة حب من أشهر نجمين في الوسط الفني والسر وراء عدم زواجهم. أهلا بكم في قناتي أخبار الفنانين مع إيمي. اللي لسه مشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم. علاقة الفنانة ليلى علوي والفنان فاروق الفيشاوي شغلت بال كتير من الإعلاميين، لدرجة إن أي حد فيهم كان بيظهر في لقاء كان لازم يسألوه عن الموضوع ده، رغم إن فاروق الفيشاوي كان معروف عنه إنه زير نساء وعلى طول كان بيخون سمية الألفي. لكن علاقته بليلى علوي كانت في حتة تانية غير كل العلاقات اللي فاتوا واللي عدت على فاروق الفيشاوي، حتى إن سمية الألفي لم تسلم من الإعلاميين. كانوا مفكرين إن هم هيجرحوها لما يسألوها عن الموضوع ده، بس سمية طلعت بكل جراءة وشجاعة وحكت على اللي حصل. وده لما كانت سمية ضيفة في أحد البرامج وسألوها يا ترى ايه سبب طلاقك من فاروق؟ يعني الطلاق كان بسبب علاقته بليلى علوي؟ وقالت وقتها سمية الحقيقة أنا لقيت فاروق كاتب جواب لليلى، حسيت من كلامه إن في مشاعر وحب بينهم، ما قدرتش أستحمل إن يكون بيحب واحدة تانية، وتم الانفصال والطلاق الأول. حقيقي إن فاروق الفيشاوي كان مقطع السمكة وديلها واتجوز الكتير، لكن خان سمية أكتر. اتطلقوا 3 مرات، وقال فاروق الفيشاوي في لقاء قديم إنه ما حبش في حياته غير واحدة بس، وكان بيتمنى إن هو يتجوزها، وإنه لو اتجوز تاني كان يتمنى يتجوزها ويعيش معاها 40 سنة سعادة، ولو هي مش موافقة مش هيتجوز. ولما الإعلاميين زنقوه في الكلام وقالوا له يا ترى هي حب حياتي، طب ما اتجوزتهاش ليه؟ قال لهم وقتها هي ليلى علوي. وده لأن فاروق الفيشاوي كان معروف بشجاعته وإنه ما بيهمهوش من حد. قال ما ينفعش الكلام ده. ليلى بقى ما كانتش بتحب تتكلم أصلا في الموضوع، ولا ولا لا. كل اللي كانت بتقوله يا جماعة أنا واحدة متجوزة وما ينفعش أبدا تتكلموا معايا في الموضوع ده، لحد ما سألتها الإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود وقالت لها يا ترى فعلا سمية الألفي اتطلقت وكان طلبها للطلاق من فاروق بسببك؟ الكلام ده صح يا ليلى؟ وكانت ليلى علوي خلاص جابت آخرها وقررت إن هي ترد، وقالت أنا ما قلتش الكلام ده، يمكن سمية الألفي قالته لكن أنا ما قلتش. هو الصراحة هو فاروق حبني وأنا حبيته، وده بعد طلاقه الأول من سمية الألفي، لكن ما اتفقناش وما حصلش نصيب، وهو رجع ليها تاني، رجع لسمية واتطلقوا ورجع ليها. وقالت واتطلقوا بس معرفش طلاقهم كان بسببي ولا بسبب حد تاني. وما صدقت ليلى علوي وقالت ده كان طالع إشاعة عليا أنا وفاروق إن إحنا اتجوزنا في السر وسافرنا برا مصر، لكن الكلام ده كله مش صح، وأنا نفيت وفاروق كمان نفى الكلام ده. أما بقى الفنانة سمية الألفي طلع عليها إشاعات إنها لجأت إلى محلل شرعي عشان ترجع لفاروق الفيشاوي. وقالت الفنانة سمية الألفي إن الفكرة دي ما جاتليش على بالي خالص ولا على بال فاروق. كل الحكاية إن بعد انفصالهم 3 مرات فاروق اتجوز الفنانة سهير رمزي، وبعد 3 سنين جه فاروق وقال لها المشكلة اتحلت خلاص، أنا اتجوزت وطلقت، يعني ينفع نتجوز تاني؟ ردت عليه سمية الألفي وقالت له انت فاهم الموضوع غلط، انا اللي المفروض اتجوز واتطلق عشان ارجع لك مش انت. وقلبوا الموضوع ساعتها ضحك وهزار. كلمت الفنانة سمية الألفي عن حبها الكبير للفنان فاروق الفيشاوي أبو أولادها وقصتها معاه، وإنها فاكرة كويس كواليس أول لقاء بينهم، وأول مرة قال لها بحبك، وبعد الجواز كانت بتعرف إنه بيخونها وبتطنش عشان الأولاد وتعمل نفسها مش عارفة. وفي مرة قالت أنا لو شفته بعيني بيخوني هقول ما شفتش. بس أكتر حاجة وجعت سمية الألفي الإحساس بالنقص، وإن فاروق بيخونها عشان حاجة ناقصاها. فاروق الفيشاوي كان بيزعل قوي من إحساسها ده، بالرغم إنهم اتطلقوا، بس حب سمية الألفي لفاروق الفيشاوي كان حب كبير جدا ولسه موجود جواها حتى بعد وفاته في 25 يونيو 2019 بعد صراع كبير مع مرض السرطان. وقالت الفنانة سمية الألفي بعد وفاة فاروق مفيش أعياد، بس الحياة لازم تستمر. فاروق كان زوج شقي لكنه كان زي الأطفال، وأنا كنت بسامح كتير. اتجوز فاروق الفيشاوي وسمية الألفي لمدة 16 سنة، 15 سنة منهم كانت في شقة مفروشة، والسنة 16 عملوا بيت ليهم. رحم الله الفنان القدير فاروق الفيشاوي وتغمده بكامل الرحمة والمغفرة.